مشاهدينا أهلا بكم معنا وسهرة جديدة ويا مسهرني. مشاهدينا في 24 أكتوبر من كل عام بنحتفل بالعيد القومي للمدينة الباسلة السويس. محافظة السويس الحقيقة بتحتفل كل عام يوم 24 أكتوبر بهذه المناسبة. الحقيقة هي فخر لكل أبناء محافظة السويس وأيضا فخر لكل المصريين. محافظة السويس اللي تصدى أبنائها أثناء حرب أكتوبر للعدوان بالجيش بالشرطة وتصدوا لهذا العدوان الغاشم، أيضا تصدوا في كل المحن اللي مرت على مصر في العصور القديمة، وأيضا أثناء حرب 67 وحرب الاستنزاف كانوا الحقيقة أبناء السويس في المقدمة. وإحنا بنهنئ محافظة السويس بعيدها القومي، ودايما يا رب في سلام وسعادة ومصر دايما بخير. أهلا بكم معانا ويا مسهر. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي. هلا 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 يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي. هلا 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 يلا بلدية شمر درعاتك الدنيا هي. انباع العمر بسوق البالية رفاقة حنروح السوق نجيبه ونقعد ونغني عالسمسمية ليكي يا مدينتي يا اللي صمتي. يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي. مشاهدينا، وبهذه المناسبة بيسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عثمان مدير تحرير جريدة الوفد. وأستاذ أحمد أهلا بحضرتك وشرفتني. أهلا بيك. الحقيقة السويس مهما اتكلمت عنها وعن النماذج اللي كانت موجودة فيها بأبطالها، الحقيقة كل بطل من أبطال هذه المدينة يتعمل له فيلم. أكيد. والحقيقة يعني السينما المصرية كانت دايما بترصد يعني الأحداث اللي بتحدث في هذه المدينة بالذات. صحيح. أو مدن القناة عموما، لكن كانت مدينة السويس بالأخص دائما كانت هي اللي هي عليها نقول الضوء، بنلقي عليها الضوء. كيف عبرت السينما عن كفاح شعب السويس أو أهل السويس من وجهة نظر حضرتك؟ الحقيقة السينما قدمت مجموعة من الأفلام اللي ارتبطت بحرب أكتوبر بشكل عام، وارتبطت بمدن القناة بشكل خاص. نعم. زي السويس والإسماعيلية وبورسعيد. لكن يمكن السويس الحقيقة قدمت تضحيات كبيرة جدا. أكيد. وقدمت نماذج في البطولة تستحق إنتاج أفلام ومسلسلات بشكل كبير وأكبر من هذا الكم. ولكن الضروره اقتضت ان بعد الحرب مباشره، بعد النصر العظيم الكبير اللي حققه الجيش المصري والقوات المسلحه والقياده السياسيه وقتها، في مجموعه من الافلام ظهرت بشكل نقول يعني في عجل كرد فعل مباشر او كرد فعل فرحه عارمه يعني لاصداء النصر والقوات المسلحه. والجيش المصري قدم تسهيلات كبيره جدا لاعاده تصويرها. لكن السويس تحديدا يعني نقول ارتبط بمجموعة من الأفلام اللي عبرت عن كفاحها، خاصة لو اتكلمنا عن فيلمين أبناء الصمت وأغنية على الممر. يمكن ارتبطوا ارتباط كبير جدا بمدينة السويس الباسلة، يعني حتى يعني أخذت هذا الاسم لأنها فعلا يعني مدينة باسلة شعبا وجيشا وشرطة وكل فئات الشعب، واكتر شعب تعرض للظلم وتعرض للتهجير. الحقيقه النموذجين دول او الفيلمين دول كانوا وحكايات الغريب. مجموعه من الافلام رصدت من قلب السويس ازاي يعني اصداء او تداعيات او التاثير السلبي والنفسي من نكسه 67 حتى نصر اكتوبر. كان نماذج متفرقه قدمت بشكل مباشر زي حكايات الغريب نموذج يعني نموذج للاحباط يعني والحياه اللي اصبحت يعني قاسيه بعد 67. وازاي قدرت البلد والقوات المسلحه ونقول والتنظيم الدقيق حتى نصر 73 ازاي الشباب وازاي الناس وازاي الشعب استعاد الروح المفقوده واستعاد الاحباط
يتحول لامل ويتحول لبناء ويتحول لتنميه. السويس رحله كفاح كبيره جدا حقيقي وفيها نماذج تستحق افلام اكتر من كده. نعم، ممكن لو تذكرنا حتى يعني فيلم اغنيه على الممر، وهم يعني والجنود وهم بيدافعوا عن الممر وعلى نقطة التمركز بتاعتهم. صحيح. زي ما هم الجنود دول عملوا كده، كان في الكثير من أهل السويس لم يغادروا ولن يغادروا أرضهم. هم مستعدين للدفاع عن هذه الأرض. فالفيلم برضو يعني قال إن زي ما الجنود مش عايزة تستسلم، أيضا في أهل السويس مش عايزين يستسلم. كل بطل من أبطال فيلم اللي قدمه الرائع الله يرحمه علي عبد الخالق، طبعا، وعلي عبد الخالق المخرج يعني كبير، بيمثل أو يجسد نموذج وتضحيات وعطاء وكفاح وصمود شعب السويس. لأن هؤلاء النماذج كانوا شباب مصريين وتعرضوا لإحباط كتير جدا. ازاي قاوموا وازاي قدروا يعني يصمدوا لاخر شخص فيهم، وازاي معاناتهم كانت بتتجسد، ازاي الحياه القاسيه اللي عاشوها عشان يحافظوا على هذا الممر. ده رساله وقتها، وكان نقول يعني صوت مسموع لكل شعب السويس وكل شعب مصر، ازاي يقدر يضحي وازاي يقدر يحافظ. الحقيقه ازاي هذا الفيلم قدر ينتشل، نقول يعني مجموعه كبيره جدا من شباب مصر والشعب المصري وخاصه ابناء السويس من ان نقول السقوط في قاع الاحباط وقاع الياس، حتى الوصول لمرحله النصر ونشوه النصر واسترداد الارض والحريه وتحرير الارض والكرامه. لا، نماذج كانت معبره بشكل كبير جدا عن الشعب المصري وشعب السويس بشكل خاص، خاصه ان الثغره او الممر كان في محيط المعركه. نعم. وكان قريب من محافظه السويس. أيوه. الحقيقه قدم نماذج نقول يعني ساهمت بشكل كبير جدا في ضياع او اسقاط حاله الاحباط اللي كان بيعيشها هؤلاء الشباب والشعب السويسي والشعب المصري بشكل عام. حقيقي. يعني بنقول لهم في ناس بتموت على الحدود، ناس بتموت في خنادق، ناس بتموت في ممرات. انتوا لازم تصمدوا، لان كان السريه وكان وقتها اعاده بناء الجيش واعاده بناء الدوله. صحيح. واعاده بناء الاقتصاد. نعم. كانت مرحله تلتزم نقول السريه الكامله، وما كانش حد مصدق ان ده كان ممكن يحصل. تمام. فكروا باهاليكم لما يروح لهم خبر موتكم، فكروا بالسنين اللي فاضله من عمركم واللي المفروض تعيشوها شهر بعد شهر ويوم بعد يوم مع اولادكم واحبابكم. تعيش يا قمر المغرب، اسمع كل افراد الموقع، وتعيش اسمع يا كل افراد شجر الموقع. التوت. قدامكم دقايق أبكي وحننسف الموقع. أنزف أموت، وتعيش يا ضحكة احنا مصر. حننسف الموقع. سامع وتعيش يا ضحكة هنسف الموقع. احنا حننسف الموقع. أنزف أموت، هو ده وقت غنى؟ تعيش يا احنا هنغلبهم بالغنى؟ مصر، وتعيش يا ضحكة مصر، وتلاميذ المدارس والنورج اللي دارس، وتلاميذ المدارس والنورج اللي دارس، والعسكري اللي دايس عالصعب عشان النصر، وتلاميذ المدارس والنورج اللي دارس، وتلاميذ المدارس والنورج اللي دارس. شاويش محمد، وجودنا هنا على مر ملوش لازمه، قواتنا انسحبت الخط الثاني، احنا لازم نحصلهم. يا مراكب يا صواري يا شوارع، انا ما عنديش اوامر كده. والاوامر تيجي ازاي وجهاز اللاسلكي عطلان؟ ما باخدش اوامر العدو، انت فاهم؟ احنا لو قعدنا هنا هنموت. عسكري منير، ارجع مكانك. مكانك. يا منادر يا منادر يا بيوت. ايضا من الافلام استاذ احمد اللي هو يعني تناول برضو مقاومه اهل مدينه السويس، فيلم كتيبه الاعدام. هو هنا يعني طبعا بنقول هو كان بيعبر عن الخيانه، يعني هو صحيح. ليه اكيد مغزى او مفهوم صحيح. اخر صحيح. ان كشعب السويس لن يقبل بالخيانه. انا اعتقد ان كان اللي يقصده
المخرج اعتقد عاطف الطيب، ان هو المتمثل في نور الشريف ومعالي زايد ان دول اهل السويس بالظبط، وبينتقموا من الخائن ولو بعد حين. ما هو كان عميل كان عميل وسلم رواتب الجيش الثالث او ايا كان سرقهم وسلم الفدائيين الى وهذا الفيلم العظيم اللي ابدعه وصاغه الرائع الراحل اسامه انور عكاشه. نعم. يعني قدم نموذج يعني بشكل درامي مش يعني غير مباشر، ازاي يعني نقول ان انت تحرص دايما ان بقى تسترد حقك، ما نسيبش طارنا في الحق. كفاح نور الشريف عشان يثبت براءته قدام ابنه، ومعالي زايد عشان تثبت براءة ابوها وازاي اتقتل. ده في رمزيه كبيره جدا. ده يؤكد ويدل على ان برضو شعب السويس ومدن القناه بشكل عام والشعب المصري بشكل عام كان دايما بيفكر او مصر على انه يسأر لكرامته ويسأر لارضه ويسأر، وتجسدت هذه المعاني وهذه الرموز في مقتل احد الشهداء او احد الفدائيين الموجودين، وازاي حصلت الخيانه وازاي سرقه الفلوس او الرواتب بتاعتهم، ودي برضو لها رمزيه. لا فيلم عبر بشكل دقيق وبشكل واضح عن اهميه ان يبقى في اصرار على استرداد نقول او الاخذ بثأرك. نفس النموذج قدمه فيلم ابناء الصمت برضو، ان هم مجموعه من الشباب والجنود بيحافظوا على احد المدن انها تسقط في يد العدو، وازاي قدموا هذا النموذج بشكل كله نقول يعني عطاء ومصداقيه وحب كان واضح حتى في تجسيدهم للشخصيات. فالحقيقه يعني السينما افردت للسويس نقول جزء قليل من حقها الذي يجب ان تناله في السينما وفي الدراما بشكل عام، انما هم نموذجين معبرين بشكل اكثر عن تضحيات وكفاح شعب السويس، يعني اللي بنقدم لهم كل التحيه وكل التقدير وكل الاجلال في عيدهم القومي. حقيقي. طب حضرتك من وجهه نظرك، احنا بنقول هناك فيلم قدم عن بورسعيد باسم بورسعيد، وبرضه تحدث عن بس هنا كانت مقاومه الانجليز. تمام. وبعدين طبعا في فتره يعني حكم الرئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وكان انتاج بدعم من الدوله وفريد شوقي ايضا وهدى سلطان ومجموعه كبيره جدا من نجومنا الحقيقه، وعبروا عن برضو مدى استبسال اهل مدينه بورسعيد. من وجهه نظرك لماذا لم يقدم فيلم عن بطولات اهل السويس؟ هل نقول عدم وجود من وهناك حكايات ممكن تتعمل طبعاً. يعني أفلام كثيرة، هل عدم وجود من يرصد أو يكتب هذا وهنا الاختلاف حضرتك في المسمى، لأنما القصص والتضحيات والبطولات كبيرة جدا وصياغتها في شكل سيناريو درامي أو سينمائي سهلة جدا، ولكن هي بس يمكن فيلم بورسعيد كان عشان فيه التحام مباشر وكان هي خط الدفاع البحري لمصر ضد العدوان الثلاثي، فكان الحدث وقتها يعني كان محتاج انه يتم ابرازه بشكل كبير. لكن بطولات اهل السويس جسدت بنقول بصور متفرقه في مسلسلات، في افلام زي ما قلت لحضرتك ابناء الصمت، واغنيه على الممر، حكايات الغريب. حكايات الغريب ده فيلم افرز نماذج موجوده كانت في الواقع المصري. أيوه. بعد حرب 67. نعم. وازاي الاحباط يعني جعلها تعيش حياه لا مبالاه وحياه طبعا هائمه وحياه غريبه، يعني رصد برضو بعض الفساد اللي كان موجود في بعض الاحيان. حتى تم استرداد الارض والعرض زي ما بيقولوا واسترداد الكرامه. النماذج دي تحولت من نماذج سلبيه لنماذج ايجابيه، وكانه هذا الفيلم بيدعو ان يعني خلاص انت استرديت كرامتك واسترديت ارضك، لابد ان تكون شخص فاعل في مجتمعك في بلدك. برضو مسلسل دموع في الواقع هتناول بشكل ايوه طبعا ان هو بطولات السويس، ولكن هو مفيش بس يعني فيلم او مسلسل خاص او كامل التقط اسم سويس الا يمكن في مسلسلات زي مثلا حضرتك بتتكلمي عن بوابة الحلواني. بوابة الحلواني بس هي تناولت حقبة تاريخية أو وظروف اللي هي افتتاح القناة العظمة والخير والنقول والرخاء والاقتصاد والتنمية والقدرة كلها بدأت من السويس. قناة السويس دي هي غيرت مجرى التاريخ كله أكيد. في العالم وليس مصر فقط. أكيد. نراجع حساباتنا تاني. أولا ما كناش متوقعين انهم يضربونا واحنا فوق دشمتهم. ثانيا احنا اخترنا انسب وقت لينا، ليلة مظلمة القمر فيها هلال مع تمهيد حاسم من مدفعيتنا. كل ده صح من الناحية النظرية، انما عمليا ثبت انه اكبر غلط.
لانهم في ظروف زي دي يبقوا متوقعين ان نهجم. المره دي هنختار الاحتمال البعيد جدا، الوقت الغير متوقع ابدا، والاسلوب اللي غير مألوف، عشان تبقى المفاجاه كامله للعدو. هنعبر بدون تحضيرات سابقه من المدفعيه، وفي ليله غير مظلمه، ممكن والقمر بدر. ده يبقى انتحار يا فندم. كله مكتوب. ومن دلوقتي لحد ما تيجي ليله العبور كل الوقت هنقضيه في دراسه وتجهيز المهمه، وهندرس تفاصيل الموقع بحيث نبقى حافظينه تمام. والعمليه دي انا بنفسي اللي هاخدها، وقبل كده اللي عاوز ينزل اجازه هنزله. ايضا الفن مش السينما بس، ايضا الغناء. الحقيقه يمكن من اشهر الاغاني الجميله اللي تغنى لاهل او هذه المدينه الباسله يا بيوت السويس طبعا الفنان محمد حمام. أكيد. الحقيقه يعني هذه الاغنيه الى الان احنا بنتذكرها. يعني استشهد تحتك ونعيش وتعيشي انت، يعني الى الان الحقيقه يعني قد ايه تغنى بهذه الاغنيه من القلب. طبعا. مدى تأثير أيضا الأغنية الوطنية، وخصوصا عندما تغنى لمنطقة معينة، وإلهاب بقى نقول المشاعر الوطنية لأهل السويس. أهل السويس نفسهم بيعتبروا الأغنية دي زي النشيد الوطني أو الخاص بيهم، تيمة خاصة بيهم. السمسمية راحل محمد حمام هم يعني من السويس أصلا، فغنوها بإحساس وغنوها يعني نقول بتعبير صادق عن فرحتهم وعن دورهم وعن كفاحهم. لكن كان يجب ان يكون هناك اكثر من اغنيه واكثر من فيلم واكثر من مسلسل يا استاذ احمد. ولكن هي دايما المسلسلات اللي بتاخد طابع حربي حضرتك بتبقى مكلفه طبعا. ولكن يعني احنا بنتكلم عن بطولات وليس مش ولكن ما تم رصده من تضحيات وبطولات لاهل السويس يعني جاء في افلام كثيره هي ليست كافيه، ولكن افلام معقوله تخلد ويعني نقول وتذكر الشعب المصري بتضحيات هذا الشعب اللي تم تهجيره واللي ساب بيوته واللي ساب بلده ورجع لما الدنيا يعني الارض اتحررت. الحقيقه هذا الشعب عانى معاناه كثيره جدا، وفي قصص وروايات ونماذج مهمه جدا تصلح ان تكون مسلسل وتصلح ان تكون فيلم وتصلح ان تكون يعني يتكتب عنها اغاني ويتكتب عنها افلام ومسلسلات. الحقيقه هذا الشعب يعني رغم تضحياته ورغم اعضائه لكن ظلم نسبيا في مجال الدراما ومجال الاعلام. مع انها محافظه واعده وعندها قدرات استثماريه رهيبه جدا. لابد ان يتم اعاده وضعها على الخريطه الاقتصاديه بشكل كبير وعلى الخريطه السياحيه بشكل كبير وعلى الخريطه الاستثماريه بشكل كبير، لان السويس تمتلك مقومات مهمه جدا للسياحه والاستثمار والاقتصاد. ولكن دلوقتي مصر زي ما دعمتنا في الحرب نعم. وساهمت في ابان حرب 67 وازاي كانت برضو لها دور كبير جدا في حرب 73 حتى تحقق النصر. لابد ان تعود لها الاضواء وتعود لها يعني قيمتها الحقيقيه كمحافظه اقتصاديه مهمه برضه. ما زال فيها طبعا فيها اهم موانئ مصر الادبيه والعين السخنه ولا يعني والثروه السمكيه وغيرها دعم كبير جدا للاقتصاد المصري. تسمح لي اقول هنا نرصد الشخصيه السويسيه زي ما بنقول يعني الحقيقه يعني عن معرفه. كل من تهجر وقت الحرب عاد مرة أخرى إلى السويس. كله رجع، كله بدأ يعمر وكله رجع تاني، الصيادين بقى لأشغالهم التجارة يعني الحقيقة تمسك بقى يعني هؤلاء بالأرض. ما دي صورة من صور الانتماء التي يجب أن تسود كل الشعب المصري والحمد لله موجودة. الانتماء والحب للأرض والعرض والمكان والبيت والذكريات والتاريخ. وهم حتى لما السويس الحمد لله استقروا ورجع ما رجعوش لوحدهم، خدوا معاهم يعني نقول عدد كبير جدا من اخواننا في الصعيد. يعني تلاقي معظم الصعيد في عائلات مترسخه اصلها صعيدي راحت السويس وعمرت وبنت واستثمرت ويعني التحموا مع شعب السويس. ما تعرفيش دلوقتي مين السويسي ومين الصعيدي. مجتمع الحقيقه متجانس، مجتمع يعني متقارب، مجتمع عنده قدره على البناء والتنميه، مجتمع اللي تعرض للحروب واللي تعرض نقول يعني كان حائط صد عن بلده يعني يبقى صد وصلد في مواجهه كل التحديات وكل نقول الامور والظروف الصعبه، وشعب عنده قدره على النجاح. يعني اللي خلى الصعايده قرايبنا ما بيروحوش وبيستقروا في حته اللي ما يكون فيها فرص كويسه للنجاح وقادرين على التاقلم والعمل والنجاح في اي مناخ. يعني نقول حضرتك عاملين تناغم كبير جدا مع السويسه.
لكن احنا محتاجين الدوله توجه انظار الاقتصاد، انظار الاستثمار، خاصه عندنا يعني منطقه القناه الاقتصاديه زي ما قلنا. عندنا مشروعات كبيره جدا، عندنا توسعات رهيبه جدا في ميناء الادبيه وميناء العين السخنه. هذه المحافظات هي مدخل للاقتصاد. صحيح. لابد ان يعني يتم نقول اعطاء تسهيلات وتيسيرات اكثر للمستثمر المصري والمستثمر الاجنبي. حتى السويس يعني لحد دلوقتي السويس خيرها جاي. ايوه بالظبط، يجب استغلاله بشكل كبير جدا. زي ما هي ضحت وقدمت ارواحها وارواح ابنائها في الحفاظ على الارض والعرض، دورها جاي في تقديم المزيد من النجاح ومن الفرص الاستثماريه في الاقتصاد المصري. في يوم وليله لقيت نفسي ماشي على حبل مشدود وتحت مني نار جهنم، هنا نار وهنا نار، ويا ويلي لو غلطت غلطه واحده. بس انت اخترتني انا اخترت مصر، اخترت مصر يا ريس زكريا. انا يوم ما اتفقت معاك يا ريس زكريا كنت بثق فيك فعلا، صدقني في كل لحظه وحتى وقتنا هذا انا مستعد احط رقبتي تحت عجله القطر لاجل ما ننتصر. بس ازاي يا مصطفى يعمل كده؟ انا معاك نادي وطنيه جدعنه، حط مصلحه البلد قبل مصلحته هو. بس انا اخوه، انا اللي مربيه يا ريس زكريا. من الأعمال الحقيقة اللي نجحت يعني جماهيريا دموع في عيون وقحة. صحيح. وطبعا يعني الفنان عادل إمام الحقيقة جسد دور جمعة الشوان، وهو أصلا من السويس، واتضربت المركب بتاعته وخطيبته أصيبت وكده، أو بيته كله اتهدم، تأثر زي كل اللي بيعاني من آثار الحروب، ونزح إلى مصر. ولكن هنا بقى البطولة صح والتضحية ولو بالنفس. هو كان يعني خلاص أصبح عميل للمخابرات المصرية، ويعني زي ما بنقول كده بالبلدي روحه على كف عفريت، يتكشف هيقتل على طول. ده نوع آخر من التضحية بالنفس في سبيل ان بلده واللي هو شافه وعاناه من الاحتلال الاسرائيلي لازم ان هو يترد عليه. بص حضرتك، يعني المتابع لخريطه الافلام اللي تحدثت عن حرب اكتوبر، خاصه المقدمات اللي هي قبل النصر الحقيقي زي ابناء الصمت واغنيه على الممر، وبرده بعدها حكايات الغريب بعد النصر تؤكد يعني تنوع او قدره الشعب السويسي او قدره الشخص السويسي على التعامل مع الموقف، على القدرة على النجاح والقدرة على الصمود والقدرة على العطاء. يمكن جمعة الشوان نموذج من النماذج اللي تعرضت للهزيمة والنكسة وعاشت مرحلة يعني فيها يعني ضاع كل شيء زي ما بنقول. ازاي هذا الشخص يعني يتمسك بالأمل، وازاي هذا الشخص يكون هو أحد أذرع المخابرات المصرية. ده يعني نقول ما خانش يا أستاذ أحمد، يعني بالرغم مسافر ويقول لك ما أخنش، وقال طب ما أنا زي هناك يعني من خان يعني نتيجة ظروف البلد. متمسك بالأمل وتمسك بحب الوطن وتمسك يعني إنه يقدم شيء لوطنه ورغم الظروف اللي هو فيها ممكن تاخده في مسار تاني. بالزبط. ده يؤكد برضه أو رسالة مهمة جدا للمجتمع كله إن شعب السويس برضه ما زال يحمل وسيظل صبغة الوفاء المهمة جدا، الانتماء، الحب للوطن. هذا النموذج في مسلسل دموع في عيون وقحة تأكيد على ان شعب السويس لم يكتفي يعني لم يضيع مع الهزيمة ولم يستسلم للقدر، وإنما قدر يحط نفسه في خندق قالب بينه وبين الموت لحظة في أي وقت، ويستطيع أن يدعم الجيش، يدعم المخابرات، يدعم الوطن. ده نموذج حقيقي، نموذج محترم ما زال وسيظل موجود في السويس. عندهم عزيمة وعندهم تنوع وقدرة على العطاء بشكل كبير جدا. وإذا كانت السينما والدراما نقول يعني قدمت شعب السويس في أكثر من صورة سواء فيلم أو مسلسل، لكن ما زال لدى شعب السويس صور كثيرة جدا من البطولة والعطاء والنجاح في كل المجالات الحقيقة. وإحنا بنقول
يعني لابد من يعني نقول من الكتاب المصري. يعني الحقيقه عندنا الكثير من الكتاب الشباب والكبار يستطيعوا ان هم يبحثوا، سيجدوا الكثير ما يكتب عليه. طبعا يعني نماذج من بطولات وحاجات ممكن ما نصدقهاش. طبعا لا نماذج يجب ان الجيل الحالي نعرف الناس دي قدمت ايه، ضحوا ايه يعني التواصل بين الاجيال لابد ان يعني تكون الدراما والسينما تحديدا ان هي عامله الربط، لانه الحقيقه احنا طلعنا ولقينا افلام اتكلمت عن مصر واتكلمت عن البطولات احنا ما عصرناهاش، ولكن حبينا هذا الوضع، حبينا هذا النموذج، زي فيلم بورسعيد، زي فيلم حكايه الغريب، اغنيه على الممر، ابناء الصمت. شفنا قد ايه هذا الجيل وهذه النماذج قدمت تضحيات كبيره جدا، ارتبطنا اكثر بالوطن، حبينا الوطن اكثر، يعني هو ده موجود. ولكن لما نشوف اهلنا واخواتنا الكبار واللي سبقونا قدموا تضحيات قد ايه بالنفس والمال والارض والعرض كل حاجه، فيعني يزيد ايماننا ان مصر بلد يعني لازم نفديها بدمنا. بالظبط. في النهايه بنقول لشعب السويس الباسل كل سنه وحضراتكم طيبين، ومحافظه السويس طيبه وبخير وسلام وامان، وايضا شعب مصر كله في خير وامان. وبنقول 24 اكتوبر دايما بنحتفل بيه بالعيد الوطني لمحافظه السويس، وتحيه لارواح شهداء كل شهدائنا، ولكن بالاخص شهداء مدينه السويس. وبشكر في النهاية الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عثمان مدير تحرير جريدة الوفد. بشكر لحضرتك مرة أخرى، وكل سنة وحضرتك طيب. اسمحي لي أوجه بس تحية وكلمة لأهل السويس العظام. أنتوا شعب جميل وشعب مكافح وشعب تاريخه معروف وشعب ناصع البياض. إن شاء الله إن شاء الله الأيام الجاية أيامكم، المستقبل إن شاء الله جاي. المنطقة الاقتصادية في قناة السويس الخير كله زي ما أنتوا صمتوا وجبتوا لنا النصر، ان شاء الله الخير كله هيجي من ناحيتكم باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين وشعب مصر كله بخير. حضرتك طيب. مشاهدينا مشاهدي يا مسهرني، وعلى وعد بلقاء جديد وسهره جديده. بشكركم والى اللقاء.